يوجد بعضنا الآن قاطع، ويا ليت قاطع ويقول أنا قاطع ويعترف، لا، قاطع ويبرر قطيعته ويعلل لنفسه ويبحث لنفسه من الأسباب. كل أسبابك كاذبة وكل أسبابك خاطئة وكل أعذارك غير مقبولة، لأن الله ما قبل ولن يقبل إذا كان أمر أن نصل من قذف أم المؤمنين عائشة بالزنا رضي الله عنها أمي وأمك وقال وليعفوا، طلب الأمر بالعفو عن قاذفها. وش عندك أنت ويا عيال عمك وأخوالك؟ ما عندك شيء، ما عندك إلا الشيطان اللي يركب في قلبك، ما عندك إلا الشيطان الذي حال دونك ودون الصلة، ولا تدعي العلم ولا الفهم ولا الطوع ولا التدين. تسمحون لي أقولها يا شيخ، قاطع الرحم مو هو بمطوع، والله لو حفظ القرآن والسنة مو هو بمستقيم، لأن الله قد وعده أن يلعنه وأن يطرده. أهذا مستقيم؟ ولو فلانة حافظها الكتاب والسنة قاطعة رحم هاجرة ليست مع المستقيمات. لما؟ الله ينظر القلوب أحبابي قبل النظر إلى العمل. نحن في زمن نحتاج أن نبعد عن الحسرة وعن الهم. نحن نرسم بعضنا بغلنا على أرحامنا، نحن نرسم مستقبل أسود لأبنائنا، نحن نرسم مستقبل أسود لأبنائنا، لأن قطيعة الأرحام وهجر المسلمين معناها أنك تربي قاطع في يده خنجر أخرجه من غمده، اقطع يغرسها في صدرك. ولذلك بعض الآباء الآن يتحسر، يقول عيالي يا شيخ عجزت عنهم، والله عجزت، ويبكي ما أقدر أقومهم لصلاة، مخدرات يتركوني. بذرت فحصدت، زرع يديك يزر بذرك. لذلك من أبواب الحسرة أن يبقى في القلب غل. تبي السعادة؟ نفداك. تبي السعادة؟ الله يحرم ذا اللحية والوجه عن النار. يا أخي تبي السعادة؟ طلع هالسجناء من قلبك وطهر قلبك، طلعهم، تراك طولوا في هالزنازين، فكهم الله يرحم والديك، أطلق هالكلبشات اللي أنت مربطهم بها، خلهم يخرجون. وتقول مخطين؟ أجمل ما في الحياة تدرون ما هو؟ أنهم يخطون ويظلمون ويلعنون ويأخذون ويبصقون ويظلمون ونعفو، لأن لا نريد منهم المكافأة، نحن نريدها من الله.